بنحتاج سوداني يكون متحمص ومجروش ناعم او خشن حسب رغبتكم، وبنحتاج شويه من الزبيب برضو حسب رغبتكم، بس على فكره بيديه طعم مميز جدا. وهنحتاج معلقتين من السمنه ومعلقتين من السكر وشويه من جوز الهند. نحط كده الخلطه زي ما انتم شايفين من غير ما ندهن سمنه تاني ولا اي حاجه. ما تنسوش ان احنا حطينا سمنه في البدايه مع الحشو. كده اهو زي ما انتم شايفين. قطعوا بقى بالسكينه. بعد كده اهوت زي ما انتم شايفين بنحط بقى في صينيه، واهم حاجه برضو نكون دهنينها سمنه عشان خاطر ما يلزقش. دلوقتي هندخله الفرن على اعلى درجه حراره، او يفضل درجه حراره 200 عشان طبعا اللون الحلو ده بسبب ان احنا دهناه سمنه بلدي قبل ما ندخله الفرن. طبعا لو حابين تعرفوا طريقه السمنه البلدي رجعوا تاني لفيديوهاتي على القناه وشوفوها. دلوقتي اهوت كده احنا بنحط عليه الشربات بعد ما طلع من الفرن اهو كده. واهم حاجه الشربات يكون ساقع